يلا اقولكوا على طريقة حلوة للبريوش بعجينة طرية وحلوة جدا جدا، هتعجبكوا قوي وسهلة كمان في تنفيذها. نبدأ على طول. اول حاجة هنحتاج معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، وحوالي نص كوباية من اللبن الدافي، وهنخلطهم مع بعض ونسيبهم لغاية لما الخميرة تشتغل ونتأكد ان هي تمام. المكونات الجافة هنحتاج 4 كوبايات من الكوبايات دي، ومش مليانة للآخر، من الدقيق. أنا هكتب لكم كل التفاصيل في التعليقات. 4 كوبايات وعليهم رشة من الملح، نص كوباية من السكر، وده معيار معقول ومظبوط قوي، ونص كوباية من الزبدة في درجة حرارة الغرفة. شايفين طريقة ازاي؟ وهنخلط كل ده مع بعض كويس جدا. طبعا ممكن لو مفيش عجانة بإيدينا تمام. هيبقى الخليط بالشكل ده. أول ما يوصل بالشكل ده هنضيف 3 بيضات تدريجي، وهنسيبه برضو العجانة شغالة، وهنضيف حوالي معلقة كبيرة من الفانيليا. بصوا شكل العجينة عمل ازاي، بدأت تلم وتفرول. هنضيف بقى الخميرة بعد ما جهزت، والخميرة بكمية اللبن اللي احنا حطيناه. في المرحلة دي هنشوف العجينة وصلت لإيه. ممكن تبقى جاهزة وتمام، وده على حسب نوع الدقيق. لو حسيناها جهزت وبقت تمام ولمت، بصوا شكلها عمل ازاي، حلوة وطرية جدا جدا وناعمة قوي وسهلة جدا في التشكيل. فأنا كده شايفة إنها مش محتاجة لأي سوائل، فهنكتفي بكمية اللبن اللي حطيناها مع الخميرة. هنسيب بقى العجينة تخمر حوالي ساعة. هنخمرها مرتين. أول لما تعلى هنطلع منها الهواء ونرجع نخمرها تاني، وده بيكون شكلها بعد ما خمرت تقريبا ساعة ونص. حلوة جدا جدا، وقد ايه ناعمة، وقد ايه يعني سهلة جدا في التعامل بيها. انا مش هعجنها تاني، انا هشتغل بيها على طول. وهنعمل اول شكل اللي هو خلية النحل، وعملت حشوة بسيطة جدا جدا اللي هو سكر وقرفة وحتة زبدة صغيرة. لو حابين ان انتوا تحشوها، طبعا ممكن تحشوها عجوة، جبنة، زي ما انتوا حابين، جبنة كريمي، زي ما تحبوا. انا هنا عاملاها كور، دي بسيطة جدا جدا، وبنحطها جنب بعض، ولما بتخمر بتعمل شكل خلية النحل الجميل الحلو ده. دي انا حشيتها، يعني عملت شوية محشيين وشوية سادة، وهرصهم جنب بعض، ويبقى ده أول حاجة جهزت، أو أول شكل جهز بالشكل ده. الشكل التاني بقى اللي هو شكل البريوش العادي التقليدي. شوفوا أنا عملت أكتر من واحدة عشان تشوفوا طريقة اللفة عاملة ازاي. طريقة سهلة جدا، بيطلع شكلها حلو قوي، بتطلع طرية جدا جدا من جوه. وهتشوفوا شكلها بعد لما اتشكلت عاملة ازاي. بعد لما بنخلص بندهنها بخليط من البيض والفانيليا، وبنرش سكر بعد كده زي ما تحبوا. لو عايزين ترشوا تدهنوها بمية، بس حابين تدهنوها بزبدة، بس انا دهنتها ببيض وفانيليا، وبتطلع لونها حلو جدا جدا مع بقى رشة السكر دي. حابينه سكر بقرفة، سكر سادة بس بسمسم، يعني كل الحاجات دي بقى حسب ما تحبوا، حسب الرغبة. هنا بقى بدهنها بخليط البيض والفانيليا، وبعدين رشيت عليها السكر، وبتدخل فرن طبعا سخن من قبل، يعني بنسخنه حوالي 5 دقايق قبلها، وعلى حسب قوة الفرن بتاعكم. ولو الفرن قوي يفضل انه يتحط في الرف الاوسط، ويكون من تحت في الصاجة عشان النار ما تبقاش قوية، ويبقى على درجة حرارة هادية او متوسطة. لو حابين نفتح عليها الشواية عشان تاخد لون تمام، فده بيرجع لقوة الفرن بتاع كل حد. ده بقى شكلها لما طلعت، بس طرية وقطنية من جوه ازاي، حلوة جدا. الزبدة مدية طعم حلو قوي، وهي عموما البريوش اصوله بالزبدة. فيا رب تكون الوصفة دي عجبتكم، ويا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. أهم حاجة، أنا بس عشان التصوير حطاه في طبق، ولكن علشان يفضل طري لازم يتحط في علبة ويتقفل كويس عليه علشان تحافظوا عليه. أما بقى لو فضل كمية زيادة فممكن تتشال في الفريزر عادي جدا، وتطلع يا نسخنها يا إما نسيبها تفك، وبتبقى طازة وحلوة قوي قوي.